علاج السكري النوع الأول. هنالك قصص شفاء من مرض السكري النوع الثاني وهي كثيرة، وهذا شيء وارد جدا، لكن أن يكون هناك قصص أشخاص تم شفائها من مرض السكري النوع الأول، فهذا ما يعتقده الأشخاص أمرا نادرا بل مستحيل. فمن المعروف أن مرض السكر النوع الأول الذي في الغالب يأتي لأسباب بيئية أو جينية أو مرضية غير معروفة عند الأطباء، يحدث بعد تدمير جهاز المناعة لخلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين، وهذا يعني نقص نسبة الإنسولين وزيادة الجلوكوز بالدم، والذي سوف يؤدي إلى إصابتك بالسكر مدى الحياة. لكن اليوم سوف أحكي لكم وبسرعة قصة شفاء من مرض السكري نوع الأول التي تثبت أنه لا يوجد مستحيل. لكن قبل أن نبدأ القصة أرجو أن تشتركوا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وإذا كانت هذه المواضيع تهمك أعطي الفيديو لايك لأعرف عدد المهتمين بهذه المواضيع. حسنا، القصة تحكي عن شاب اسمه دانيال كريس، وهو جندي في جيش إنجلترا يبلغ 30 عاما. بعدما غادر كريس الجيش بفترة وجيزة ظهرت عليه أعراض مرض السكري الذي منها ضعف الرؤية والإرهاق حتى انهار في العمل. قال كريس أن قياس السكر أظهر أن جسده لا ينتج البيبتايدز، وهو هرمون ثانوي ضروري لإنتاج الإنسولين، مما قاد الأطباء إلى تشخيصه بداء السكر نوع الأول. ويعرف الجميع عواقب هذا التشخيص، حيث أن الشخص سوف يعيش ما بقي من عمره وهو يحصل على جرعات الإنسولين، إذ لا يوجد شخص عالج نفسه من السكري نوع الأول من قبل. لكن يقول دانيال شيء ما تغير حين بدأ عمل تمارين مكثفة، واليوم سوف أخبركم بالضبط عن هذه التمارين وبالتفصيل لو رغبتم بعملها. المهم، وبعد أن عمل هذه التمارين انهار معدل السكر عنده في الدم، وفي الليل بشكل غير طبيعي كان يعاني، وعانى حوالي 3 إلى 4 أسابيع. وهذا الأمر جدا خطير، حيث هبوط السكر يؤدي لأعراض التعب والهبوط التي قد تسبب الموت، لأنها تنتج موت خلايا الدماغ. فذهب حينها إلى المستشفى، وقال له الأطباء أنه يعاني من نقص سكر الدم، وتم تشخيصه حينها بعد عمل الاختبارات بأنه ليس مصاب بالسكري، واستخدامه للإنسولين كان سبب معاناته، لأن الإنسولين لا يلائم الأشخاص الطبيعية. المهم، كيف تمكن كريس من علاج السكري نوع الأول، وكيف تمكن من التخلص من الإنسولين؟ السر كان في تكبير الكتلة العضلية. نعم، التمرين المكثف وتكبير حجم العضلات كان سبب علاج دانيال. إن العضلات الكبيرة لها أثر صحي جدا إيجابي على عمليات الأيض والهرمونات وجريان الدم بالجسم، وكذلك تلعب دور جدا مفيد في تقوية جهاز المناعة وعلاج أمراض عديدة لا حصر لها. أود أن أخبركم أنني أنصحكم ببرنامج ماس إكس إل لتكبير الكتلة العضلية، لأنه أثبت بعدة دراسات عن أهمية زيادة الكتلة العضلية في الجسم. وإذا رغبتم بالمزيد من التفاصيل ادخلوا هذا الموقع من أجل الحصول على هذا البرنامج. إن الكتلة العضلية سوف تجعلك فعلا تشفى من العديد من الأمراض الخطيرة، ومن أهمها: أولا، علاج مرض السكري. ثانيا، علاج مرض ضغط الدم. ثالثا، علاج أمراض الدهون والأوردة. رابعا، علاج السمنة المفرطة. خامسا، تحسين الهرمونات الذكورية. سادسا، تحفيز الجهاز الذكوري وتحسين حياتك الجنسية بخصوص كل ما يتعلق بتقوية الانتصاب، إكثار المنى، كما أنه هنالك تمارين خاصة لتمارين تكبير القضيب وتأخير القذف التي ننصح بها. وغير هذا
طبعا سوف تبدو أجمل وأكثر جاذبية، وستشعر كذلك بثقة وسعادة كبيرة. والمشكلة أن شركات الأدوية التي ترغب بتسويق الإنسولين والأدوية الغالية لعلاج السكري لا تريدك أن تعرف كل هذه الأسرار. لذا أنصحك بعمل أمرين اثنين فقط. أول شيء أنصحك بأن تتمرن ببرنامج تدريبي يهدف لتكبير الكتلة العضلية، ومن أهم هذه البرامج أنصحكم ببرنامج ماس اكس ال، وهو برنامج احترافي يساعدك في تحقيق هدفك وبأسهل وأسرع الطرق. هذا هو السر في علاج جميع الأمراض، تكبير الكتلة العضلية. وطبعا يجب أن يكون بطريقة طبيعية 100% وصحية، ولن تصدق النتائج التي سوف تحققها. قد يعتقد البعض أنك لست رياضي أو أنك سوف تحتاج وقت طويل أو أدوات ثمينة، لكن الموضوع جدا سهل. نعم صحيح، الأسبوع الأول للتمارين قد يكون مختلف عن عاداتك، قد يكون مختلف عن ما هو طبيعي بالنسبة لك، وقد يجعل عضلاتك كلها تؤلمك، لكن بعد ذلك سوف تستمتع بضخ الدم لعضلاتك، وستشعر بحيوية أكثر، وسوف ترى عضلاتك بدأت بالتغيير، وسوف تدمن هذه التغييرات والتحسينات الطفيفة التي سوف تطرأ على شكلك وعضلاتك وصحتك، وسوف تستمتع بكل يوم جديد حتى تصير هذه الحياة الجديدة جزء من حياتك وعاداتك، واستعملها بشكل تلقائي. صدقني الإحساس رهيب. مبدئيا إذا كنت ترغب بأن تبدأ، فأنصحك أن تقوم بأهم تمرين الذي سوف يغطي كل عضلات جسمك، وهو تمرين مكون من 3 أجزاء تعملها بشكل دائري وتعيدها حتى تتعب. اعمل عقلة 5 عدات، بعدها مباشرة اعمل سكوات 5 عدات، بعدها انزل على الأرض واعمل تمرين الضغط 5 عدات، ارتاح 15 ثانية وعيد التمرين 5 مرات. مرة أخرى، اعمل عقلة 5 عدات، بعدها مباشرة سكوات 5 عدات، بعدها انزل الأرض 5 مرات ضغط 5 عدات، وارتاح 15 ثانية. هذا التمرين سنسميه جولة. اعمل هذا التمرين 5 جولات. هذا هو من أفضل التمارين التي أثبتت فعاليتها لعلاج مرض السكري وتقوية الذكورة. ثاني شيء يجب أن تعمله، أنصحك باستخدام المكملات الطبيعية التي تحسن من نسبة السكر بالدم وتحفز الهرمونات الذكورية. ومن أفضل هذه المكملات علاج دايابريم لمرضى السكري، وهو مقوي للذكورة ويحفز بناء الكتلة العضلية، كما أنه مقوي للانتصاب ومكبر للقضيب ومخصص لمرضى السكري. إليكم أرقام الواتساب إذا رغبتم بالاستفسار، أو موقع دايابريم إذا رغبتم بالحصول عليه. كما أنصحكم بالابتعاد عن الخبز والسكر، ويعتبر أخطر غذاء وسم قاتل على صحة البشر، وخاصة على مرضى السمنة والسكري. لحد هنا أتمنى مشاركتكم الفيديو على أوسع نطاق حتى تنشر الفائدة وغيرك يستفيد. ولو هذه أول مرة معانا، أتمنى منك المشاركة بالقناة، وما تنساش تفعيل زر الجرس وضغط زر لايك. أي استفسار راسلوني عبر الواتساب أو الإيميل، وادخلوا موقع علاج لتحسين وعلاج حياتك الزوجية. هذا هو بخصوص موضوع اليوم. دمتم سالمين وواثقين من أنفسكم.